مبدئيا وقبل اي حاجة بعتذر لو كان صوتي متغير شويتين 3، ولكن ده عشان انا عندي برد او زكام. ما علينا، وخلونا نبدأ الفيديو. عدم انضباط، تسويف، تأجيل، متلازمة هبدأ من بكرة، كل الحاجات دي للأسف بتقوليها وبتعمليها في يومك، لكن مش عارفة ايه السبب اللي بيخليكي تعملي كل ده. والسبب هو انك مش بتقولي لا. مش بتقولي لا هنا معناها مش بالمعنى الحرفي، ولكن بترفضي الفرص اللي المفروض كانت توديكي لقدام لولا انك قلت لها لا. وانا هنا عشان اقولك النهارده ازاي تبني الدافع انك تقومي وتتحركي، ازاي تشدي نفسك لقدام عشان تبدأي، والاهم من ده كله ازاي تقولي لا للحاجات اللي المفترض تقولي لها لا، وايه الحاجات دي اصلا. في الفيديو ده هشرح لك النقاط اللي هتخلي عندك سهولة في انك تقولي لا، وبعد الفيديو ده اللي انا متأكدة منه انك هتطلعي عندك القوة والإرادة الكافية انك تبدأي بالخطوة الاولى. سواء كنت عايزة تبدأي في رحلة الجلاب لاخر ثلث من السنة هحطلك رابط الفيديو في الوصف، او كنت عايزة تبدأي روتين بسيط للمدرسة صحي هحطلك رابط الفيديو في الوصف، او حتى لو كنت عايزة تبني عاداتك بنفسك هحطلك رابط الفيديو في الوصف عن ازاي تبني عاداتك اصلا. ولكن خلينا نركز في غايتنا الحالية ونركز في اللي هيديكي اللمبة اللي هتضوي في عقلك وهتفتح لك الابواب قدامك. خليني اسالك سؤال، كم مره وافقتي على حاجه انت مش عايزاها بس عشان انت خايفه تزعلي حد او عشان تباني انك طيبه، وبعدها ترجعي تندمي وتحسي انك ضغطتي نفسك فوق طاقتك؟ الحقيقه ان ده بيحصل مع ناس كتير جدا. يمكن يكون السبب اننا اتربينا على ان كلمه لا ده شيء سلبي، او انها معناها اننا مش متعاونين او انانيين او متكبرين، بس الحقيقه ان لا هي كلمه ممكن تقلب حياتك 180 درجه للاحسن. فلو عرفتي تستخدميها صح هتكون مصدر قوه مش ضعف. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن ازاي تغيري عقليتك تجاه كلمة لأ، وازاي تحطي حدود واضحة من غير ما تخسري اللي حواليكي، كمان ازاي كلمة صغيرة زي دي تقدر تغير علاقاتك وحياتك للأفضل. فاديني اهتمامك وسلميلي ثقتك التامة عشان عايزاكي تطبقي الكلام اللي هقوله، واوعدك انك هترجعيلي وتشكريني وهتكوني فرحانة طبعا. اول بوينت معانا وهي تغيير العقلية، بمعنى تغيري منظورك للحاجة دي. فمثلا لو كنتي قاعدة على السرير وماسكة التليفون وبتتصفحي السوشيال ميديا وفي الوقت ده المفروض منك ان انتي تروحي الجيم، هتغيري هنا عقليتك، بمعنى بدل ما تقولي هل هروح الجيم النهارده ولا لا، خليها انا لازم اروح الجيم. شفتي الفرق؟ فلغتك مع الفعل بتفرق كتير جدا، وبتحسي من جواكي انه لا فعلا انا لازم اقوم اعمل الحاجه دي. حاجه تانية، لو انتي مثلا كان الجسم المثالي ليكي هدف من اهدافك، اسالي نفسك هل السرير والقعده على التليفون بتفيدك؟ هل بتقربك من اهدافك؟ هل بتساعدك على انك تحصلي على جسم مثالي؟ بالعكس دي بتاخرك عن اهدافك كل مدى، وعقلك بيتضرر وممكن يجيله ظاهره تعفن الدماغ بسبب فرط السوشيال ميديا وجسمك اللي مش بيتحرك حتى من مكانه. فالسؤال بحد ذاته هيجيب لك الدافع انك تقومي، وهيوعيكي ويعرفك اذا كنتي فعلا ماشيه صح ولا لا. وطبعا لو لقيتي اجوبه الاسئله بلا، فهنا لازم تعرفي انك لازم تقولي لا وتبداي تصلحي وتقولي للجيم ولاي حاجه تقربك من اهدافك. ازاي اقول لا؟ لازم تبقي عارفة انك لما تقولي لا لحد، انت هنا ولا بتقللي من قيمة اللي قدامك، انت مش وقحة، انت مش بتقللي من حبك للي قدامك، انت مش انانية، انت مش متكبرة، انت بتحبي نفسك وبتحطي نفسك اولوية قبل اي حد، وبتفضلي نفسك وبتشوفي رأي الناس، بتشوفي رأي نفسك قبل الناس، عشان كده بتقولي لهم لا. مش لازم تفكري هل الحد اللي قدامك هيزعل لما تقولي له لا. هنا هتضطري تغيري عقليتك وتفهمي انك لما تقولي له ايوه فانت بتقولي لمليون حاجة انت كنتي عايزاها لا، من ضمنهم يومك اللي رتبتيه، التودو ليست اللي عملتيها، الجيم اللي كنتي هتروحيه، المذاكره اللي كنتي هتذاكريها، كلمه ايوه اللي قلتيها لصاحبتك دي اللي هتاثر على 4 عادات كانوا هيقربوكي لاهدافك. هل عشانك قلتي ايوه لصاحبتك هتذاكرلك الماده اللي رقمتيها؟ هل هتاخد جسمك وتتمرن بيه وتديهولك تاني؟ هل هتعدلك التودو ليست؟ ايا كانت العاده اللي اتاجلت بسببها ايه، زي ما قلتلك لو كانت الاجابه بلا فتقولي لا للحد ده، وبكده انت كسبتي نفسك وكسبتي اهدافك وكسبتي الكام حاجه اللي هيودوكي لقدام. اللا موجودين عشان نستخدمهم، فانك تستخدمي ايوه بزياده عن اللزوم ده ضرر، وانك تستخدمي لا زياده عن اللزوم فده كمان ضرر، الا لو كنت بتستعمليها لحاجه لصالحك او لصالح اهدافك انت وبتخدم اهدافك انت. ما عنديش مشكله لو هتخرجي مع صاحبتك مره في الاسبوع ترفهي عن نفسك في الويكند، لكن كفايه تدوسي على نفسك في المعتاد عشان تطلبي راحه غيرك وتفضليها عن راحه نفسك. كفايه تقولي ايوه لغيرك عشانك مكسوفه تجرحيه وانت جرحتي نفسك. انت ليكي حقك من قراراتك وليكي حقك من اهدافك وليكي حقك في وقتك، عشان وقتك من ذهب مش اي حد يقدر ياخده منك. ما تخليش اي حد يقدر يتحكم فيه ويسلبه منك ويتحكم فيه نيابه عنك. والناس اللي قلت لهم ايوه ضغطتي على نفسك عشانهم، انت كده خليتيهم يتحكموا فيه بدل عنك، ودي مش حياتهم، دي حياتك انت الشخصيه الرئيسيه، هم مجرد اعضاء في القصه.
في اخر الفيديو لما تتعلمي تقولي لا وتحددي حدودك، حياتك هتبقى اهدى وعلاقاتك هتبقى انضج. افتكري ان كل كلمة لا مش رفض للناس، هي موافقة لنفسك لاولوياتك وطاقتك. فابدأي من النهاردة وقولي لا من غير خوف ولا تأنيب ضمير. فلو هنلخص كل اللي اتكلمنا عنه النهاردة، نقول ان كلمة لا مش مجرد كلمة رفض، دي مفتاح لحياة صحية ومتوازنة. ومن غير ما نقول لا هنفضل نستنزف وقتنا وطاقتنا ونعيش تحت ضغط ارضاء الناس. لكن اول ما تبدأي تغيري عقليتك والمايند سيت بتاعتك لامتى تقولي لا وامتى تقولي ايوه، تبدأي تحسي براحة نفسية وحرية اكبر. فلما تحطي حدود واضحة هتلاقي ان علاقتك بالناس بقت اقوى وانضج، لان اي علاقة بتبقى قائمة على الاحترام المتبادل مش على الاستغلال. وهتعرفي كمان تفرقي بين اللي فعلا بيقدرك واللي كان وجوده في حياتك قائم على مصلحته بس. كمان كلمة لا هتساعدك ان انت تخلي علاقاتك صحية اكتر بكتير، وهتتخلصي من الناس التوكسيك. وهتكتشفي مع الوقت ان اللي بيحبك هيحبك بحدودك، مش هيفرض عليكي انك تضيعي وقتك او طاقتك عشان ترضيه. وافتكري كمان انك مش مطالبة تكوني موجودة طول الوقت ولا تعملي كل حاجة للي حواليكي. انت اولى بوقتك وبطاقتك، وانت اللي بتختاري ازاي تستخدميهم. فمن النهاردة جربي تقولي لا للحاجات اللي بتعطلك عن اهدافك، ومش من اول مرة بتعرفي تقولي لا، هي ستيب باي ستيب. مرة في مرة هتعرفي تقولي، ومرة في اللي بعدها هتحسي ان هي كلمة عادية ممكن تتقال في اي وقت انت حباه. Thank you so much for watching.